مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون. ضيفي بالاستوديو الدكتور أحمد عبد الله، اختصاصي بالجراحة العصبية. نحن وأنتم رح نرحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير دكتور أحمد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. مستمعينا، طبعا صحتك بالدنيا هو برنامج أسبوعي عم نستضيف فيه أطباء لنناقش مواضيع بتخص الصحة. أكيد اليوم موضوعنا هو من أحد المواضيع المهمة. مشكورين زملائي بالكنترول شيرين ومروان. فيكم تتواصلوا معنا عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101 أو عبر رسالة عبر البث المباشر راديو بوير وبوير عربي على صفحتي الإذاعة. خلونا نبلش لقائنا لليوم، وهو محور مهم كتير حقيقة. هي من الآفات الشائعة بمنطقتنا. أكيد راح الدكتور راح يوسع بالشرح. اليوم موضوعنا هو الكيسات المائية في الدماغ. يا ترى شو هي، شو الأسباب، شو العوامل الخطورة، شو هن الأعراض، كيف بيتشخص، والعديد من المحاور أكيد راح نناقشها مع ضيفنا الدكتور أحمد. بالبداية دكتور، ما تخلى موضوعنا يعني آلية حدوث هالمرض هذا. المستمع هلا عم يسمعنا، يا ترى شو هي الكيسات المائية؟ نحن بنسمع انه في اكياس على الكبد، على الرئة، يا ترى في شيء اسمه كيسات مائية على الدماغ؟ والمايك عندكم دكتور. تمام. هلا الكيسات المائية هي بتتوضع بالكبد بنسبة 60%، بنسبة بالرئة بنسبة 20 ل 25%، 15% ما بين الدماغ وأعضاء ثانية. فالأشعة هو الإصابة الكبدية. طبعا هو موضوع قديم جدا، حتى نتحدث عنه أبقراط من قبل التاريخ. يتحدث يعني عن موضوع انتقل بالمشوكة الحبيبية، نسميها نحن طفيلي. طفيلي مثل كيف جراثيم فيروسات، ففي طفيليات كمان تتغذى على الإنسان وبتكبر. فهذا الطفيلي في له دورة حياة، أغنام، كلاب، إلى الإنسان، سوي أولي ومتوسط وسوي نهائي. فالإنسان هو سوي المتوسط. الانتقال دائما في عدوى ما بتكون مباشرة، يعني ما في كيسات مائية بين إنسان وإنسان. فدائما في تلوث ببراز مثلا من الكلاب، الأغنام، حتى تنتقل منها للإنسان. هلا من هون دور الوقاية كمان رح نتحدث نحن بعدين عن الوقاية، دور مهم جدا. نعم. فالموضوع الكيسات المائية الطفيلي بينتقل للإنسان، فبتوضع بمناطق محددة، أغلبها هو الكبد، بعدين الرئة، بعدين الدماغ. تمام دكتور، رح نروح لفاصل صغير وبنرجع. مستمعينا خلوكم معنا. اليوم موضوعنا هو من أحد المواضيع المهمة اللي بتخص الجراحة العصبية. خلوكم معنا بعد فاصل صغير. رجعنا لكم من جديد. يلي عم يسمعونا عبر التردد 103.5، انتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا على الموجة 103.5. ايضا للي عم يشاهدونا عبر البث المباشر راديو بيور وبيور عربي، برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستوديو الدكتور احمد عبد الله. عم نحكي عن الكيسات المائية على الدماغ. طبعا هالشيء هذا بيصيب الاطفال وبيصيب الكبار السن، ورح نرجع لمحورنا مع الدكتور وشرح لنا موضوع آلية الحدوث. دكتور، هلا لو نحكي عن الأسباب، ضمن حديثك ذكرت أنه بس لو نحكي عن الأسباب بشكل موسع. هلا الطفيلي هو بينتقل للإنسان، مثل ما حكينا نحن في دورة حياة خلال التعامل. أكثر شيء الاحتكاك مع براز الأغنام، المواشي، الكلاب، هذا موجود طبعا. عندنا بسوريا خاصة المناطق الشمالية والشمال الشرقية، هي مناطق يعني مستوطنة كتير بالكيسات المائية. في بلدان تانية كمان، بلدان مثل المغرب العربي كمان
فيها يعني مستوطن. في بلدان مثلا أقل حدوثا مثل القطب الجنوبي هيك أقل، أو حتى يمكن مو موجود نهائيا. فهي الكيسات المائية لما بتنتقل عن طريق الكبد، الرئة، الدماغ، فبتعمل أعراض. طبعا الأعراض بتكون أعراض منها ضمن حسب المنطقة الموجودة. أكثر شيء بنصفي الكرة المخية بتكون أشياء شيء. فبتعمل أعراض ممكن فرط توتر داخل القحف نحن نسميه، يعني صداع، إقياءات بتصير. الأعمار المستهدفة أكثر شيء هي أعمار الأطفال. في الكبار بالعمر، ولكن الأطفال مو حديثي الولادة ولا الأطفال الصغار الخدج، أطفال يعني عمر المدرسة تقريبا، هدول أكثر شيء. الطفيلي هو ما هو قاتل ولا هو مرض خبيث، إنما هو مرض سليم وله علاج كمان. فلما بيصيب بيعملنا هاي الأعراض، صداع، إقياءات، قد تكون حسب المنطقة الموجودة، مثلا قد يسبب تغيم معين، قد يسبب مثلا خزل، يعني ضعف بالإيد، بالطرف العلوي، بالسفلي، ممكن حبسة كلامية، كلها ممكن تحدث. في اختلاط هو نادر جدا انه تتمزق الكيسة. في حال تمزقت الكيسة ممكن تعمل صدمة تأقية، نسميها صدمة تأقية، والمريض قد يعني حتى يتوفى خلال لحظات. فهذا موجود خلال يعني سواء بالرئة أكثر شيء أو بالكبد أو حتى بالدماغ. فأكثر الحالات يلي بالتمزق ممكن يصير أثناء العمل الجراحي ممكن يصير. فلذلك التوليد له توليد الكيسة نحن بنسميه يعني إنه استخراجها وهي سليمة. فبتكون طبعا هذا الهدف من العمل الجراحي مشان نتجنب هالموضوع الصدمة التأقية. تماما. دكتور، هلا ضمن حديثك حكيت عن الأعراض اللي عم شكل المرض. يعني الأهل عادة مثلا المريض بيجي محول من طبيب آخر لعندكم، أو الأهل بيشكوا بيلاحظوا عليه علامات معينة. شكل العرض لو تحكي لنا عنه، كيف بيجيكم المريض وأعراضه؟ هلا المرض بيجي بأعراض مخاتلة، يعني ما بيجي بعرض صريح، عرض مثلا صادم، شيء مفاجئ. هذا من النادر مثل ما حكينا، انه تمزق الكيسة وتسرب نحن نسميه الرمل العذاري، يعني محتويات الكيسة اللي فيها كيسات بنات، ممكن كل وحدة تعمل كيسة، تكبر تعمل كيسة. فالحساسية اللي ممكن تصير، صدمة تأقية تحسسية، هاي الأعراض نادرة جدا. أما غالبا ممكن صداع مزمن، ممكن إقياءات، ممكن غثيان، طفل تململ، طفل ما ينام. أكثر شيء لأنه الأطفال هن أكثر شيء يصابوا فيه، مع أنه الكبار ممكن. طبعا الأطفال هن معرضين كمان لأنه بيلعبوا مع كلاب، بيلعبوا مع حيوانات الأليفة بشكل عام، يعني ممكن يلعبوا فيها. طبعا طبعا من ضمن الوقاية طبعا أنه هاي الكلاب هاي من خلال عند طبيب بيطري قد نحل نحن هاي المشكلة، انه نعطى في ادوية معينة بتنعطى تقضي على الطفيلي. فبالتالي تكون هاي الحيوانات الأليفة هاي تكون سليمة بالبيت، مشان يعني ما تسبب رعب كمان عند الناس. اما الكلاب الشاردة هاي المشكلة. فمثلا ممكن بالأرياف، في نحن بنعرف في أطفال حتى بيلعبوا مع الكلاب، بياكلوا مع الكلاب. هذا شيء مخيف، وهذا يعني لازم إعادة نظر فيه مشان صحة الطفل. هو مرض مزمن، مرض الكيسة ما بتخوف. الكيسة بطيئة النمو، يعني كل ملي بده أحيانا من أشهر لسنوات هاي الكيسة لبين ما تكبر. فأحيانا ممكن ل10 سنوات لحتى تكبر الكيسة وبتعطي أعراض. تماما. دكتور، هلا لحتى نطمن المستمعين ونجاوب على أسئلتهم اللي هلا من ضمن حديثك صار في أسئلة بخيالاتهم، أنه جميع الحيوانات الأليفة، القطط والكلاب وغيرهم، هن يكونوا يعني هن عرضة أو مؤهبين ليصيبوا الطفل اللي عم يعني يداعب الحيوانات، يلعب معهم، يأكل معهم. جميعهم هن مؤهبين ليصيبوا الحالات، ولا في بعض الحالات اللي هن مثلا اللي هن حاملين لها طفيل مثلا؟ هلا المذكور اكثر شيء هو الكلاب بالدرجه الاولى، القطط كمان مذكور. في عندك بعض مثل الماعز مثلا، اما الدواجن ما هي مذكوره ابدا. الماعز، الغنم، الابقار كمان. الاحتكاك ببراز هي الحيوانات هذا اللي بيسبب. ففي حال انه القطط والكلاب ممكن يعني في مثل اللقاح، في ادويه معينه بتنعطى لحتى نحن نتجنب نقل هالعدوى، هذا الطفيلي نقضي عليه، وبالتالي ما يتم الانتقال الطفيلي الى الانسان. إذن التطعيم، اللقاح بيحمي بشكل تام، يعني آمن، بيصير الحيوان هذا آمن يعني. آمن تماما.
مستمعينا، أي حدا بيخطر على باله سؤال فيكم ما تترددوا، تتواصلوا معنا عبر البث المباشر، عبر رسالة، تكتبوا السؤال عبر الكومنت، أكيد رح نجاوب عليه، أو عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101. عم نحكي اليوم عن الكيسات المائية في الدماغ. هي مثل ما ذكر الدكتور أحمد أنه بتصير عند الأطفال غالبية، فهالشيء هذا ما بيمنع انه الكبار ايضا ينصابوا بهالشيء هذا. دكتور، كاطباء جراحه عصبيه حكينا انه الحالات بتجيكم، شو هن الاجراءات والبروتوكول التشخيص يعني عندكم، لو تحكي لنا عنه. هلا المهم انه دائما بيكون عم نحكي عن الطفل غالبا، نحن مثل ما حكينا ممكن الكبار ولكن الطفل غالبا، فبتكون هاي الاعراض المخاطره، يعني صداع ممكن يكون عم يتعالج احيانا مشان هالصداع، ممكن مشان الاقياءات، ممكن ولكن بدون نتيجه. فالطفل اذا ازمن فورا نحن بنساوي تصوير سواء طبقي محوري او رنين مغناطيسي. هلا في عنا بالتصوير واضح يعني سواء الطبقي المحوري او رنين مغناطيسي، كيسة هيك شكلها واضح، اعراضها بتشبه اعراض الاورام الدماغيه نفسها. تمام. ولكن الحمد لله انه الكيسة سليمه، هي مو مثل الاورام الدماغيه اللي النسبه العظمى منها خبيثه بتكون. فالكيسة المائيه على الطبقي المحوري والرنين بتعطينا صوره واضحه ما فيها شك. فالصورة الواضحة بتعطينا تشخيص للكيسة المائية. مجرد ما صار التشخيص فوقتها العلاج هو حصرا جراحي، له علاج معين حصرا الجراحة، والتكنيك معين، تقنية معينة تستخدم أثناء الجراحة لحتى يعني ما تتمزق الكيسة في الدماغ، ما تعملنا هاي الأعراض اللي حكينا عنها إنه صدمة وأعراض يعني قلبية ورئوية. أكيد. طبعا عنا زملاء بالكنترول هن حاضرين لنا فيديو وصورة توضيحية للبند اللي هلا رح نحكي عنه. هو سواء كان التشخيص، هي صورة شعاعية أيضا، وأحد الحالات اللي اشتغل الدكتور أحمد اللي هي كيسة مائية لطفل بعمر 13 سنة بظن، ما بعرف، هو طفل يعني تقريبا. فهلا عم نشوف على البث المباشر دكتور التدبير كيف بيكون، وهلا عم نشوف الفيديو على البث المباشر كمان. تمام. هلا العلاج الدوائي ما له مكان بتدوير الكيسة المائية الدماغية، فورا هو علاج جراحي. علاج جراحي هل هي جراحة كلاسيكية أم تنظير؟ الناظور ما له دور كمان بالعلاج، لأنه الناظور ممكن يعني يمزق الكيسة يعمل لنا مشاكل. فالعلاج هو بالتوليد، نحن نسميه تتولد الكيسة وهي سليمة، وبالتالي نحن بنتخلص منها تقنية معينة، يعني إلها تقنية معينة تقنية معينة تكون مدروسة وبدقة جدا حتى ما تتمزق. لأنه إذا تمزقت ممكن في كيسات بنات صغيرة ممكن كمان يعني تتطور تعمل لنا مشاكل. والاختلاط الأخطر هو الصدمة التحسسية الطاقية يعني اللي بنحكي عنها. فأثناء التخدير بنكون نحن وأطباء التخدير متعاونين بهالموضوع. وضعيات معينة كذا، كيف تتولد، الجاذبية لها دور، المهم تتولد سليمة. نعم. لأنه الكيسة هي كيسة سليمة ما فيها يعني العلاج هو علاج نهائي للمرض. تمام. مجرد ما طلعت الكيسة تخرجت بدون ما تتمزق، فإذا الطفل راح يرتاح من الموضوع بشكل نهائي. العلاج الجراحي هو علاج شافي تماما. حلو كتير. والأعراض كلها رح تزول دكتور، وبيرجع الطفل أو المريض نفسه حتى كان كبير لحياته الطبيعية، مع الأخذ بعين الاعتبار الندبة والأمور هاي فترة التشافي يعني كمان. تمام. دكتور، هلا لو حكيت عن موضوع الناظور إنه ما بيخدم هالنوع من العلاج، أيضا مع الأخذ بعين الاعتبار دائما. هلا بدنا يعني عم حط حالي بدال المستمع اللي يا ترى دكتور مهما كان العمر صغير او كبير، مخاطر التخدير، في كتير ناس بيخافوا انه موضوع التخدير، ونحن عم نشتغل على حساب الجمجمة على مساحة كبيرة. لو تحكينا عن هالموضوع هذا، اكيد المريض عم يعمل له دراسة وامور اخرى، يا ريت تحكي عنها. تمام. هلا هو دائما هاي العمليات مثلا بجوز الاهل يتخوفوا منها، انه والله الطفل انت تعرضه لعمل جراحي وتفتح الراس والدماغ وهي الامور فيها مخاطره. طبعا في خطوره، ولكن يعني الطب كمان في تطور، يعني ممكن نحن نقلل قدر الامكان من المخاطر كاختلاطات وعقابيل، لانه ما في حل تاني كمان. يعني نحن اذا بدنا نعالج دوائيا مو حل، العلاج الدوائي ما بيفيدنا اطلاقا. التخوف من العمل الجراحي انما راح تصير كيسة تكبر، راح تعطينا اعراض اكثر، راح يصير فيه ممكن يفوت الطفل بتغيب معين، ممكن يصير فيه نحن نسميه فتق دماغي، يعني تصير الدماغ ما عاد يتحمل الضغط من الكيسة، وبالتالي ممكن يعني الوفاة. يعني الحل نهائي وهو جراحة حصرا،
والجراحة هو علاج شافي، يتشافى الطفل من هاي الكيسة. في حالات نادرة جدا، حالات نادرة انه الكيسات المائية بتكون في احيانا عشرات او مئات الكيسات. في هاي الحالة فهذا المريض بيكون ما هو يعني حظه سيء وما له علاج، يعني تستأصل كيسة متعددة بمواقع يعني متعددة جدا، سواء حتى بالدماغ او بالعمود الفقري، ممكن بالعمود الفقري كمان او بغير مناطق. هلا مذكورة جدا، ولكن هاي حالات نادرة جدا يعني مذكورة ولكن قليل جدا. اما الغالب هو انه كيسة وحيدة تكون، ممكن احيانا كيستين. تماما. دكتور، بعد العلاج الجراحي اللي حكيت عنه هلا، في علاج وقائي بظن انه ذكرته، ولا فيك تحكي لنا عنه دكتور؟ هلا نحن اول شيء العلاج الجراحي في حال كيسة المائية كانت معزولة فقط بالدماغ ما بدها علاج دوائي اطلاقا. تمام. خلص مجرد ما نحن استأصلنا التوليد، الكيسة ولدت، ما عاد في داعي لعلاج وقائي. في حال موجود في كيسات صغيرة بالكبد بالرئة، هم لها علاجات ثانية، علاجات دوائية. الدواء نحن نسميه هو دواء نفس دواء الديدان بينعطى، لأنه هذا الطفيلي نفس فصيلة الديدان اللي بيسموها المشوكة الحبيبية، نفس فصيلة الديدان. هلا نحن بنجي للموضوع الأهم، يعني حتى نخفف نحن العمليات، حتى نخفف نحن إصابات الأمراض. هلا في دول يعني اشتغلت عليها كمان هاي المواضيع، هو تخفيف الإصابة. يعني مثلا تنظيف المسالخ، المسالخ تتنظف كناحية صحية، نحن ما عندنا هيك شيء صراحة. هذا الكلاب الشاردة مثلا، الأغنام هيك مثلا تتلقح تنعطى هذا الدواء، ممكن نحن نخفف لحد كبير من الإصابات، سواء بالبراري أو غابات إذا موجود مثلا تنعطى هاي الأدوية. هاي بتخفف كتير. في دول يعني اشتغلت عليها وأعطت نتائج وأعطت إحصائيات وبيانات، خففت من الكيسات المائية سواء الدماغية أو الكبدية، خففت منها بشكل يعني لحد كبير. من ضمنها الصين، يعني في مناطق مثل الأرجنتين وأمريكا الجنوبية كمان استفادت من هالموضوع كجزء من الأمن القومي. صح. استفادت. فهلا نحن ما عندنا هيك شيء مع الأسف، فلذلك نحن الكيسات في ازدياد، ونحن عم نشوفها يوميا، الكيسات عم بتزيد. وانا هلا صراحه وانا جاي على البرنامج يعني تماما حاجه معي احد الزملاء والاطباء انه في كيسه مائيه دماغيه ثنائيه الجانب وبحاجه لعمل جراحي، فالعدد عم بيزيد، بحاجه لعلاج سواء من جانب الصحه، من جانب امور بلديه وكذا، يعني تتصحح هاي للتخفيف قدر الامكان. يمكن ما يكون حل جذري ولكن تخفيف قدر الامكان. تماما. هاي تندرج تحت توصيات للجهات المعنية. أيضا رح نختم لقائنا بتوصيات للأهالي للي عندهم أطفالهم مثلا بيربوا حيوانات أليفة، أو أولادهم يعني بيخالطوا الحيوانات مثل ما ذكرت بالدرجة الأولى الكلاب. لكن زميلنا وأخونا الأخ محمد عيسى بنوجه له تحية طبعا للأخ نوشين، لكل اللي باعتين لنا رسائلكم وصلتنا وسلاماتنا لكم فردا. الأخ محمد عم يذكر انه يا ريت يرجى توضيح اسباب حدوث رجفة اليد بعد حمل شيء ثقيل. ما بعرف اذا هي ضمن الجراحة العصبية. اذا الدكتور احمد عنده جواب للسؤال هذا رح نجاوبه. طيب تمام. هلا موضوع ثاني هو اكيد. هلا رجفة الإيد لها أسباب كثيرة صراحة بدها دراسة، يعني سواء في رجفان أساسي نحن نسميه مجهول السبب، هذا ممكن يجي أحيانا كوراثية تكون، في أسباب لها غدة درقية، في لها أسباب أحيانا أسباب مخيفية، بدها دراسة صراحة. تماما. طبعا بنتمنى السلامة لجميع مستمعينا ومتابعينا. رح نختم لقاءنا عند الدكتور أحمد بتوصيات للأهالي للي عندهم مثلا هن بالأرياف سواء كانوا أو اللي عندهم حيوانات مثل ما ذكرنا اللي هن الكلاب والقطط، واللي هن بيكونوا هن يعني السبب الرئيسي لهالشي هذا. التوصيات من عند الدكتور أحمد. هلا انا الافضل طبعا انه الابتعاد قدر الامكان، يعني بنحكي حيوانات مثل الكلاب والقطط قدر الامكان سواء بالارياف وسواء حتى بالبيوت والمنازل. هلا في حال يعني في تركيز يعني في الاطفال يعني
بالنسبة لتربية الكلاب والقطط دائما تحت توصيات الطبيب البيطري. ممكن في أدوية تنعطى نحن إنه يعني مشان حماية الطفل. بالأرياف قدر الإمكان نحاول يعني نبتعد عن الكلاب والقطط، لأنه أغلبها في اختلاط، يعني نفس الكلاب والقطط يلي أنت عم بتطعمهم كمان في اختلاط دائما، ممكن يجي كمان يعني غريب أو يروح ويجي. فدائما المشاكل طبعا الأرياف هي الأسباب. كلاب المنازل يلي بتلقح في حماية، ولكن الأرياف دائما دائما، لأنه الطفل حتى أحيانا ممكن ينسى حاله مثل ما حكينا في منه بياكل مع الكلاب مع القطط. هذا شيء مؤسف سواء بالأرياف أو حتى بمثلا المخيمات اللجوء، يعني كمان هذا كله مذكور. فقدر الإمكان سواء موضوع التطعيم الدواء أو العزل قدر الإمكان الابتعاد عن يعني الكلاب خاصة الشاردة. بنهاية الحلقة هذا شكرا كثير للحضور الجميل دكتور أحمد عبد الله، اختصاصي بالجراحة العصبية، والمعلومات القيمة اللي ذكرتوها. شكرا لكم. أهلا وسهلا، شكرا لكم. شكرا لحسن استماعكم مستمعينا ومشاهدينا، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.